نبدأ حلقتنا النهاردة بالمركز ال14 مع أقوى الأنميات الدرامية الإنسانية الجميلة جدا أوساجي دراب. أنمي خفيف وإنساني وواقعي جدا، وفكرته تشد الصراحة، خصوصا الراجل والبنوتة دي. وعرض في 2011 تزامنا مع الفيلم اللايف بتاعه. أنمي مناسب جدا إنه يتعمل له فيلم لايف، وعرض على 11 حلقة، ده غير الأربع حلقات الإضافية اللي رين هتكون كبرت فيهم شوية، والحلقة منهم ما تعديش ال5 دقايق، عكس ال11 حلقة اللي معديين ال20 دقيقة. وقصة الأنمي عن دايكتشي اللي كان رايح عزا جده، فهيلاقي البنوتة الصغيرة رين مع نفسها، وهيكتشف بعد كده إنها بنت جده الغير شرعية. وطبعا بنت زي كده محدش عايز يعتني بيها، مستعرين منها. فهيجي دايكتشي ياخد معاها البنت ويربيها ويعتني بيها، وهي كمان هتربيه وتعتني بيه بالمناسبة. والله احيانا هي اللي بتزعق له لما بيعك، حتى في اللقطة دي بتقول له يا عمو، راح قال لها انت خالتي اصلا، لكم ما تتخيلوا. فهتشوف بقى ازاي هيتعاملوا مع بعض، وازاي هيتعلقوا ببعض، والمشاكل اللي هتواجه طفلة زيها، زي مثلا انها بتخاف جدا انه يبعد عنها، خايفة لا يسيبها وتبقى لوحدها تاني، وهتسأل اسئلة صعبة زي مثلا انت لو مت انا هعمل ايه، وخايفة من انها تموت زي ابوها اللي هو الجد دايكتشي. ده غير المواقف الكوميدية ما بينهم حدث ولا حرج، زي مثلا لما تعملها على نفسها وهي نايمة وهو واخد باله وشها هيحمر من الكسوف، ولا لما يجي يشتري لها الهدوم، ولا الموقف ده عايز يقابل ام الواد صاحبها، ولا لما يخبط راسها في السقف، ولا مواقفهم مع بعض في البيت عموما، ولا لما تيجي زميلته في الشغل تستشيره في ازاي ترعى ابنها عديم الخبرة ده، ولا لما يقابل المطلقة دي ويشرح مين اللي معاه وهي مش في دماغها أصلا، مساء الإحراج. وغيرها الكتير جدا من المواقف الجميلة سواء الكوميدية أو الإنسانية. الأنمي جميل جدا الصراحة، ومناسب لكل الأعمار بالمناسبة، بس في مشهد أو اتنين اللبس فيه مش صريف، عدا ذلك الأنمي نضيف.